ازيكم يا جماعة؟ ايه الاخبار؟ انا عارف انكم زي مستنيين الاخبار الجديدة من بلاي ستيشن، والنهاردة معايا حاجة غير اي حاجة شفناها قبل كده. النهاردة حدث مش عادي، لان بلاي ستيشن بتحتفل بمرور 30 سنة على اصدار بلاي ستيشن 1، وعشان كده سوني بمناسبة الاحتفال ده بمرور 30 سنة على اصدار بلاي ستيشن 1 قرروا ان هم ينزلوا اصدارات خاصة ومحدودة جدا من اكسسواراتها واجهزة. تخيل كل الذكريات اللي عشتها مع بلاي ستيشن 1. اول حاجة هتخطف عينك في الجهاز ده هو التصميم واللون المميز، واللون المميز الرمادي اللي احنا مرتبطين بيه من ايام اصدار بلاي ستيشن 1 وايام الزمن الجميل. بيس 5 برو دلوقتي هينزل منه اصدار بشكل الجيل الاول اللي هو بلاي ستيشن 1، الشكل الرمادي، حتى الستاند بتاعه هيكون لونه رمادي، وكمان هيكون فيه كنترولر مميز للدول سنس بنفس اللون الرمادي الايقوني لبلاي ستيشن 1. في الاصدار ده بيرجعك للزمن الجميل بالوان الازرار اللي كنا بنحبها. ونيجي بقى للكنترولر، وده يعتبر قطعه نادره. الزراير كمان هتيجي محفور عليها اصدار بلاي ستيشن لاصدار ال 30 سنه، يعني كل مره هتمسك الكنترولر هتحس ان انت ماسك قطعه اثريه. نرجع تاني لبلاي ستيشن 5 برو. الجهاز ده هينزل منه 12300 نسخة محدودة حول العالم كله، واهم حاجة في الاصدار ده انه هيكون محدود جدا. بلاي ستيشن هتنزل منه 12300 وحدة بس على مستوى العالم، والرقم ده مش مختار صدفة، لان اول بلاي ستيشن في تاريخ سوني تم الاعلان عنه في 3/12/1994. عشان كده سوني قررت تنزل 12300 نسخة من الجهاز الجديد. كل جهاز هينزل برقم فريد محفور عليه، يعني لو كنت محظوظ وعرفت ان انت تجيب واحد من الأجهزة المحدودة دي هيكون كأنك عندك قطعة أثرية في البيت. ومش بس كده، ده كمان في كل الملحقات اللي بتيجي مع بلاي ستيشن هتيجي بنفس اللون الأيقوني ده. طبعا مش هننسى الملحقات اللي بتيجي مع النسخة دي، كل حاجة معمولة بنفس الذوق القديم. الشاحن جاي بنفس اللون الرمادي، والكابل كمان معمول بشكل أيقوني. هو الكابل طبعا هو تايب سي، بس معمول بشكل الإصدار بتاع بلاي ستيشن 1، بنفس الشكل بنفس الالوان، معمول بطريقه كده تفكرك بالوصله اللي كنا بنوصل بها كنترولر بلاي ستيشن 1 زمان. حتى رباط الكابل اليو اس بي سي محفور عليه علامات بلاي ستيشن. بصراحه دي مش مجرد تفاصيل، دي ذكريات بتعيشها مع كل مره بتستخدم فيها الاجهزه دي. وكمان تم الاعلان عن بلاي ستيشن بورتال هينزل باصدار محدود. وكمان سوني عملت اصدار محدود من الدول سنس ايدج، هيجي بنفس اللون الايقوني البلاي ستيشن 1، هيجي برضو بنفس الكيس ونفس الاكسسوارز بتاعته، بس هيكون لونه رمادي وفي الايقونه تبع بلاي ستيشن 1. كمان هيكون في اصدار من بلاي ستيشن بورتال بنفس اللون الرمادي الايقوني لبلاي ستيشن 1. سوني كمان اعلنت ان في بلاي ستيشن بورتال هينزل بنفس اللون الايقوني لبلاي ستيشن 1. وكده نكون وصلنا لنهايه جولتنا في عالم بلاي ستيشن اصدار ال 30 سنه. اصدار محدود، تصميم فريد، وامكانيات مش طبيعيه. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان دايما تبقى اول واحد يعرف الجديد. لو عندك اي سؤال او عايز تعرف اكتر عن الجهاز سيب لي تعليق وانا هرد عليك بنفسي. مستنيك في الفيديوهات الجايه. سلام.